مستمرين احنا مشاهدينا في حلقتنا وبالاجواء الفنيه ايضا، لهيك رح يكون معنا الفنان جاسم حيدر لحتى نتحدث معه اكثر ونتعرف عليه وعلى فنه اكثر. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح الورد، صباح العافيه. اهلا وسهلا بك استاذ جاسم. اكيد احنا حابين اليوم يعني وجودك ويانا، وفي البدايه لو نتحدث اكثر عن الفن الموصلي بالتحديد والتراث الغنائي الموصلي. مثل ما نعرف انه حضرتك بهذا الشيء، يعني احنا دائما نسمع اغانيك وكل هالتفاصيل، فتحدث لنا اكثر عنه. طبعا اكيد الاغنيه الموصليه، ولو ان الصوت مو واضح بس سمعت شيء عن الموصل. اكيد تحيات كل محافظه نينوى والموصل، كل مناطق الموصل. تحياتي الى قناه دجله، قناه العائله، اللي دائما في كل مدن الموصل اللي يتابعون هالقناه العزيزه. بصراحه انا اليوم سعيد جدا اكون ضيفكم في برنامجكم، يعني برنامج صباح دجله. اهلا وسهلا. هذا البرنامج من البرامج المهمه اللي دائما يتابعها كل شعب العراقي، وخاصة هنا الموصل. اليوم أنا يعني بصراحة نتحدث عن الأغنية الموصلية. الأغنية الموصلية أكيد أغنية عريقة، يعني اللي يمتد من ملا عثمان الموصلي، يمتد من منير بشير، جميل بشير، خالد محمد علي، هذول الفنانين الكبار، زكي إبراهيم الملحن الكبير، جلال الحسيني، إدريس ستاوي، طه الحداد، يعني أسماء كبيرة ومهمة في مدينة الموصل. احنا اليوم اكيد نحتاج الى نشر الاغنيه الموصليه. يعني بصراحه أنا من خلال لقاءاتي في عده فضائيات يعني منتشره في عموم العراق، دائما ابحث عن الاغنيه الموصليه المفرده الجديده المفرده، حتى تكون من خلال تواصل الاغنيه الموصليه مع. وانا بهذه المناسبه ايضا بصراحه يعني راح اغني لكم اغنيه موصليه، يعني ايضا راح اسمعكم مقطع ان شاء الله. نعم يلا نحن جاهزين. شقد حلوة وجميلة موصلنا الأصيلة، شقد حلوة وجميلة موصلنا الأصيلة، والله موصلنا شقد حلوي، والله تضوي شقد حلوة وجميلة موصلنا الأصيلة، شقد حلوة وجميلة موصلنا الأصيلة، شقد حلوة وجميلة موصلنا الأصيلة، موصلنا أشقد حلوي والله تضوي، موصلنا أشقد حلوي والله تضوي، شقد حلوة وجميلة موصلنا الأصيلة. باب القيش والميدان والمكة وكل مكان، باب القيش والميدان والمكة وكل مكان، موصلنا اشقد حلوي والله تضوي، موصلنا اشقد حلوي والله تضوي، موصلنا اشقد حلوي. بالدواسي والشهوان سرشخانة والميدان، بالدواسي والشهوان بالدواسي عوجات الموصل حلوي والله تضوي، عوجات الموصل حلوي والله تضوي، وشقد حلوي وجميلة موصلنا الأصيلة ودجلتنا الجميلة. الله عليك. يعني اليوم بصراحة احنا نعرف يمكن اللهجة الموصلية مو كل أهل العراق يفتهموها، يعني إلا مناطق معينة، وبعض الأحيان صعب جدا إن الواحد يفتهمها. فاليوم شلون احنا نقدر
او شلون حضرتك قدرت توصل الرساله من خلال الاغاني الموصليه تحديدا، بحيث انه صار الجميع ممكن يسمعها ويفهمها ايضا؟ والله ست صوت ما واضح، انا بصراحه ما ادري اسمع يعني صوت واضح. المهم يعني بصراحه راح اتحدث يعني ايضا يعني الاغنيه الموصليه اكيد الاغنيه يعني معروفه، يعني هناك كثير من الفنانين الموصل اللي ادوا الاغنيه الموصليه يعني كبار، يعني امثال الفنان ذكرنا الراحل جلال الحسيني، وايضا عامر يونس، فخري فاضل، تحسين حداد، عبد الله اسمر، احمد المسطاوي، وايضا عامر غريب، وهناك اسماء يعني بصراحه مهمه نعم. في مدينه الموصل. اليوم اكيد مثل ما ذكرنا ايضا اطلب من جميع زملاء الاصدقاء يتواصلون الاغنيه الموصليه يعني، ويتواصلون مع المفردة الموصلية. يعني بصراحة أنا قبل أيام أيضا كان عندي أغنية ألحاني من كلمات الشاعر باسم عذاب، أغنية يعني جميلة، سمعكم مقطع منه. يلا يا القمر من شافك ولا هل، والغيرك ما نزل دمعي ولا هل، إذا مالي مالي دار من بعدك، ولا أهل عزيز يصعب فراقك علي قبان قلبكم عيني، قبان قلبكم قلبي يحبكم عيني، قبان قلبكم عيني، قبان قلبكم قلبي يحبكم عيني، قبان قلبكم أطيب وأجمل ناس، كلكم رقة وإحساس، أجمل وأطيب ناس، كلكم رقة وإحساس، ماكو مثلكم عيني، قبان قلبكم ماكو مثلكم عيني، قبان قلبكم قبان قلبكم عيني، قبان قلبكم ماكو مثلكم عيني، قبان قلبكم. هب الهوى شمالي، قبان قلبكم شايل عطر الغوالي، قبان قلبكم هب الهوى شمالي، قبان قلبكم شايل عطر الغوالي، قبان قلبكم أجمل وأطيب ناس، ماكو مثل والله، أجمل وأطيب ناس، كلكم رقة وإحساس، ماكو مثلكم عيني، قبان قلبكم ماكو مثلكم عيني، قبان قلبكم عيني، قبان قلبكم قلبي يحبكم عيني، قبان قلبكم. يعني بصراحة استمتعنا جدا بهالأغنية، وحابين نعرف منك أكثر عن موضوع المفردة بالأغنية الموصلية. يعني بعض المفردات من الصعب جدا أنه إحنا نفهمها، ولكن حضرتك قدرت أن تغنيها وتوصل من خلال هالرسالة، فتحدث لنا عن هذا الموضوع بالضبط. شلون؟ والله ما سمعت السؤال. طيب، كان سؤالي حول المفردة بالأغنية الموصلية. يعني احنا نعرف بعض المفردات يصعب فهمها على العراقيين بشكل عام، يعني تكون خاصة بأهل الموصل، فهل هذا كان تحدي أمامك لما غنيت الأغنية الموصلية، أو قدرت أن توصل الرسالة؟ ما اسمعكم زين والله. المهم يعني بصراحه يعني انا مو بس اغاني مصطاوي، ايضا راح اديكم اغاني الفنان الكبير رضا علي، وهناك يعني بصراحه يبحث عن الاغنيه
التراثية، يعني كوني رئيس جمعية إحياء التراث الموصلي. يعني اليوم يعني احنا نحتاج أيضا إعادة الأغاني التراثية الجميلة، يعني هناك أغاني جدا جميلة. يعني من خلال البرنامج أيضا راح أسمعكم أغاني لفنانين من التراث العراقي. نسمعكم مقطع من فنان رضا علي. سمرة وسيعة عين عيني سمر عيني سمر، حلوة وجمال الزين عيني سمر عيني سمر، سمرة وسيعة عين عيني سمر عيني سمر، حلوة وجمال الزين عيني سمر عيني سمر، سمر سمر يا سمر منك غار القمر، سمر سمر يا سمر منك غار القمر، عيني سمر وين تروح وانت القلب وانت الروح وانت الروح. يا سميرة الله وياك وتأملي وتأملي، قلبك يحب الغير لا بس إلي لا بس إلي. يا سميرة الله وياك وتأملي وتأملي، قلبك يحب الغير لا بس إلي لا بس إلي. ليش أنا تبريت من كل هلي، ليش أنا تبريت من كل هلي، عيني سمر وين تروح وانت القلب وانت الروح وانت الروح. مو كل غزال يقول عندي حسن عندي حسن، لا كل حبيبي نوح مثلي ويون مثلي ويون. يكفي تجافي وعاد مو راح جن، يكفي تجافي وعاد مو راح جن، عيني سمر وين تروح وانت القلب وانت الروح وانت الروح. نعم، شكرا جزيلا لك استاذ جاسم على وجودك ويانا، ونتمنى لك بقية نهار سعيدة. شكرا. شكرا لك.